عندما كفروا أهل مصر بعد حكم سيدنا سليمان وأهلكهم الله. تمام. هي الشجرة المباركة لو فضلت على التوحيد مفيش هلاك، الناس هيستمر حتى لو في قتل وتشريد، بس أهم حاجة الشجرة المباركة اللي هي مصر ما يكونش فيها كفر. انت فاهم النقطة دي؟ تمام. هتفهمها كويس اما تقرأ القرآن وتتفكر فيه. بعد سيدنا سليمان عايزين أهل مصر يرجعوا زمن سيدنا سليمان، يعني لدرجة انهم عبدوا الجن، مفكرين انه الجن هو اللي كان بيعمل لسيدنا سليمان كل الرخاء والاشياء اللي هي في ملك سيدنا سليمان، يعني لدرجة انهم عبدوا الجن عشان يرجعوا فترات رخاء سيدنا سليمان. راح الله تبارك وتعالى عندما عبدوا الجن أرسل لهم نار، النار أهلكتهم، يعني أهلكتهم جميعا، وتقلبت الأرض وأتوا أقوام بعدهم. يعني أول الأقوام اللي أتوا اللي هو فرعون، يعني سيدنا موسى أول الأقوام اللي كفروا بعد كده، لأنه الله تبارك وتعالى عندما يدمر قوم يأتي بقوم موحدين. تتوالى الزمن، يعني أخذ 1000 سنة 2000 سنة كفروا، يرسل رسول، يعني أرسل سيدنا موسى. لذلك فرعون لما بدأ يستخرج من الرمال الآثار اللي هي من الأحجار النارية، تمام، كان عنده شغف. إيه اللي في الرمال ده؟ مين اللي كان عايش قبلنا؟ ما يعرفوش حاجة عنهم، الله أهلكهم لأنهم عبدوا الجن وكفروا بالله. نحن أنا فهمتك إن مصرة الشجرة المباركة لو فيها كفر فيها هلاك، فيها توحيد فيها حياة للعالم كله، مفيش هلاك للناس. هي كده، يعني دي معادلة لازم انت تحطها في دماغك. احنا في آخر الزمان، يعني احنا خلاص نزل القرآن الكريم واحنا شهداء على الأمة. أنا بحكي لك في اللي عدى يعني. تمام. ففرعون استعجب، يعني الأقوام دول وصلوا للعلم احنا مش ما نعرفش نعمل الصخور دي، مين هم؟ فسأل سيدنا موسى عندما أتاه بالتوراة، قال له ما بال القرون الأولى. فرعون بيسأل سيدنا موسى بيقول له ما بال القرون الأولى، الناس اللي كانوا عايشين قبلنا فين؟ بيسأل، هو مستعجب، بيلاقي أشياء زي نحن كده حاليا. احنا بنلاقي الآثار الأحجار النارية مش عارفينها بتاعت مين، لقى الأهرامات الضخمة، لقى تمثال سيدنا سليمان اللي هو بتاع رمسيس، ولقى التماثيل الضخمة والأبنية الضخمة والتماثيل اللي في الرمال. فاستعجب، عايز يعرف، شغوف، عايز يعرف مين القوم اللي كانوا عايشين ده، وصلوا للعلم وبنوا ده الصروح دي كلها، وبنوا الأحجار النارية دي ازاي نحتوها من الجبال؟ يعني دي صعبة على الإنسان، صعبة على ففضل يفكر، هو شغوف، عايز يعرف مين اللي عاشوا في مصر قبله. فالله تبارك وتعالى أرسل لسيدنا موسى الروح القدس، قال له علمها عند ربي في كتاب. يعني يا غبي خد الكتاب هتعرف الأقوام اللي قبلك مين. هو الله تبارك وتعالى عندما كلمتك في فيديو سابق، الله يخاطب الإنسان على أساس إنه خليفة. إزاي إنه خليفة؟ يعني الإنسان الله أتى شريعة، الشريعة دي فيها كلمات، الكلمات دي فيها كل الكون، كل حياته اللي هو فيها، سواء القرون السابقة واللي قبلها. يعني التوراة حكت على اللي قبلها إلى أن أنزل الله التوراة، وبرضه حكت على الأقوام اللي هم هيجوا إحنا والحساب والكلام ده، نفس القصة. بس القرآن، معجزة القرآن إن القرآن يخاطب الناس فردا فرد. انت لو الله اتاك علم هتفهم ده. الله يخاطب الانسان، الناس في اخر الزمان فردا فرد. انت مش متخيل اللي انا بقوله، والله اللي بقوله لك ده هو الحقيقة. الله ان اتاك نور من الهداية ستفهم الكلمات دي. الله يخاطب الانسان في اخر الزمان فردا فرد، ويقص له كأنك تجلس، ولله المثل الأعلى، كأنك تجلس مع أحد ما ويقص عليك كان كذا وكذا وكذا وكذا، ويحكي لك القرآن كل الأمم اللي سابقة، وإنت حياتك اللي جاية لغاية ما تذهب إلى الآخرة، إلى الحساب، إن الله سريع الحساب.
فالأمر فرعون أول ما بدأ يستخرج في الآثار بتاعت سيدنا سليمان شغوف عايز يعرف دي بتاعت مين. وسيدنا موسى جاوبه قال له ما علمها عند ربي في كتاب. ففرعون ما أخدش الكتاب لأنه هو جاهل. الله تبارك وتعالى الإنسان الجاهل يختم الشيطان على قلبه. الله لا يؤتي لك بسوء. إياك أن تظن أن الله تبارك وتعالى يؤتيك بسوء. يعني عندما سيدنا داود شعر أن الله فتنه مش جاب له سوء، لا تفكر أن ربنا بيجيب سوء، خر راكعا واستغفر ربه. لأن أنت لو ظنيت أن الله تبارك وتعالى يفتنك بالسوء أنت كفرت. الله لا يفتن الإنسان بالسوء. الله كرم الإنسان. كيف الله يقول، كيف جل جلاله يقول وكرمنا بني آدم، والله يفتنك بالسوء؟ السوء ده من فعلك ومن فعل الشيطان. يعني السوء من فعل الإنسان ومن فعل الشيطان. هو اللي بيختم على قلبك، هو اللي بيضع قفل على قلبك، هو اللي بيجعلك لا ترى نور القرآن الكريم، هو الذي يصرفك عن طاعات الله، هو الذي يؤمنك مكر الله، هو الذي يقول لك انظر إلى الآية، اقرأ الآية ولا تقنطوا من رحمة الله. طب ما هو الله يا ابني يا حبيبي، الله تبارك وتعالى أعطى للإنسان شريعة. ما هو أنت لو ما نفذتش الشريعة تمام إلا أعطاها لك في الكتاب، ما إزاي أنت تأمن مكر الله وأنت مشارك الله في حكمه على الناس؟ استغفر الله العظيم. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن القرون الأولى والسنوات الأولى أنت هتعرفها تمام العلم، هتعلمها تمام العلم عندما تقرأ القرآن الكريم. زاهي حواس ده بيخرف، خلوه في البيت بتاعه. اللي بيقولوا ده تخريف، الأهرامات مقابر والمحاريب بيقول عليها عجل أبيس، ده كلام فارغ. ده خلوه خلاص، ده كفاية كده. زاهي حواس ده خليه يقعد في البيت. والله بتكلم بجد، أقسم بالله العظيم. أنا لو حاكم على مصر وعلمت الحق من القرآن الكريم ونطق زاهي حواس وقال الأهرامات مقابر، أقسم بالله هنسجنه، لأنه هو يكذب القرآن الكريم عندما يقول أن الأهرامات مقابر، عندما يقول أن المحاريب سرابيوم العجل أبيس. ده كفر. يعني ده كفر بالله. الله أنزل القرآن الكريم واضح. أنت تستنكر، تيجي تقول على القدور، تيجي تقول عليها أهرامات مقابر. لا، ده تخريف، والله تخريف. يعني اللي بيحصل ده تخريف. يعني الله تبارك وتعالى أتاني العلم عشان نطلع نتكلم، مش عشان نقعد ساكت وبشوفك انت بتغضب الله سبحانه وتعالى واقعد اتفرج عليك. الله أتانا القرآن عشان نفهم كل شيء، القرون اللي مضت، ونفهم الإنسان، ونفهم الحروب، ونفهم الفترات اللي هتمر على الإنسان إلى أن تقوم الساعة. الله أتانا بالقرآن من أجل ذلك، وهي المعجزة. يجي زي حواس يقول لك مقابر والعجل أبيس. كفاية، خليه. ده الراجل ده بيخرف بجد. والله كلامه لا هو علمي ولا هو منطقي ولا هو في أخلاق أساسا. يعني أعظم ملك مر على الكون دعوة الله خلدها في الأرض، سيدنا سليمان ابن داود، تيجي تقول العجل أبيس؟ اتق الله. ما هو جاهل. من كان قال على الله اتخذ ولد، ما هو مش مسلم. هو لو أسلم لله هيعرف ان الكلام اللي انا بقوله ان الله صاحب الكون. مفيش لا حرج، لا تحرج من توحيد الله. يعني الله تبارك وتعالى قال لك في الكتاب غيظ الكفار، ليغيظ به الكفار على علامة السجود. افتخر أن الله ربك، افتخر أن الله صاحب الكون. يعني الموضوع ما فيهوش، في رحمة في التعامل بيننا، في رحمة في التعامل. مسيحي بيهودي أي كافر، أنا أتعامل معك بما آتاني الله تبارك وتعالى من شريعة في القرآن الكريم.
يعني أصدقك القول، أتاجر معك بشروط الله، لا أكذب عليك، لا أخدعك، لا غشك، لا أي شيء سوء ما أعملوش معاك. هي دي الرحمة في التعامل. أما إنك أنت تدعي لله ولد، أنت كافر. الله صاحب الكون، الله تبارك وتعالى صاحب الكون. اتق الله، اتق الله، الله الذي خلقك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اتق الله وارجع إلى الله. الدنيا عندما تموت يوم القيامة كم لبست؟ ما لبسنا. بعض الكافرين تختلف أقوالهم، أحدهم يقول يوما أو بعض يوم، وأحدهم يقول ما لبسنا إلا ساعة. اتق الله، الدنيا ستذهب منها، الدنيا ستذهب منها. القرآن الكريم هو الحق، الله تبارك وتعالى هو الحق، هو خالقي وخالق كل شيء، جل جلال الله تبارك وتعالى.